السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل عقلك زي أرض واسعة. الأرض دي يا إما تزرع فيها ورد ومحاصيل نافعة، يا إما تسيبها فاضية فتطلع فيها الحشائش السامة من غير ما تحس. الفراغ الفكري هو اللحظة اللي عقلك بيبقى فيها زي الأرض البور، مفيش هدف، مفيش فكرة بتقودك، فبتبدأ أي أفكار عشوائية أو عادات سيئة تملأ المساحة الفاضية دي. فالنهاردة هنفتح الملف ده على الآخر من منظور العلم والدين والتجربة الإنسانية. فالأول، يعني إيه أصلا فراغ فكري؟ الفراغ الفكري في علم الأعصاب أو تعريفه العلمي في علم الأعصاب، الفراغ الفكري هو انخفاض نشاط المناطق المسؤولة عن التخطيط والإبداع واتخاذ القرار في المخ. دي مش راحة، دي حالة اسمها خمول معرفي. والفرق بين الراحة والفراغ إن الراحة هي تجديد طاقة، لكن الفراغ هي إهدار للطاقة العقلية. مثلا زي ما ربنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الفراغ الفكري بيخليك تعيش وكأنك اتخلقت عبث، وده ضد فطرة الإنسان اللي خلق لهدف معين. عارفة زمان كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بيروح لغار حراء ويقعد لوحده ويسكت ويتأمل ويتفكر في ملكوت ربنا. الفرق ان السكوت ما كانش ضياع، كان تفكر وكان استعداد لرسالة عظيمة. لكن احنا لما بنقعد نسكت مش عارفين نعمل ايه، فنلاقي نفسنا ساعات بنغرق، بنفقد الهدف وبنكسر روحنا شوية شوية. بالظبط، برضو يعني زي ما انتي قلتي كده ان هو يعني زمان فعلا سيدنا محمد كان بيقعد في الغار، بس كان فيه هدف معين واضح، ما كانش فراغ فكري. برضو لو جينا نشوف ايه اللي بيحصل لعقلنا وقت الفراغ من منظور علم الاعصاب، المخ بيشتغل بنظام الشبكه الافتراضيه، اللي هي الديفولت مود نتورك. وقت الفراغ الشبكه دي بتدخل في حاله، يعني في حاله يعني ايه، خلينا نقول في حالة شرود. الأبحاث بتقول إن الناس اللي عندهم فراغ فكري طويل بيزيد عندهم القلق والاكتئاب بنسبة 40%. فبرضه سيدنا محمد قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهنا يعني بيحذر إن الفراغ بيضيع النعمة. فبرضه ده ليه تأثير على فكرة على السلوك، زي مثلا زيادة التفكير السلبي لما يكون الشخص عنده وقت فراغ أو عقله يعني فارغ خالص. برضه بيزود عنده فكرة إن هو بيفكر في حاجات سلبية كتير. برضه بيكون عنده سهولة الانجراف ورا العادات السيئة أو ال الحاجات المشتبه فيها إن هي مش كويسة. الحاجات دي كلها دي بتيجي من الشخص بيكون عنده فراغ في عقله، فراغ تام. فعلا عندك حق، بس ممكن حد يسأل نفسه هو الفراغ ده حاجة وحشة؟ بصراحة مش دايما. ساعات ربنا بيدي قلبك بهدوء لحظة عشان ترجع نفسك ترتاح شوية وتجمع طاقتك. لكن الخطر لما الفراغ يبقى اسلوب حياة، ساعتها الشيطان بيستغل اللحظة يحطلك الفكرة السلبية تجري وراك وتلاقي كسل دخل حياتك من غير ما تحس. هو فعلا عندك حق في الجزئية دي، لأنه ساعات ممكن الشيطان ياخد الجزئية دي كباب إن هو يدخلك في الموضوع ده. ساعات أصلا الشيطان بيجرك لإنك تعملي حاجة معينة وهو هدفه بعيد تماما عن الحاجة اللي انتي أصلا عايز تعمليها. يعني هو ممكن يجرك لفعل معين بهدف إن هو من الفعل، لأن هو يعني الشيطان ما بيدخلش كده مرة واحدة يقولك أنا عايزك تعملي كذا كذا كذا، لأ، هو الموضوع بيجي بطريقة غير مباشرة، ومن الطريقة دي بيكون في الآخر في زي حاجة هو عايز يحققها من اللي هو بيعمله ده. يعني مثلا ممكن في ناس بخصوص مثلا ورد القرآن وكده، في ناس ساعات لما يعني بيكون عندهم مثلا ورد معين، فتلاقي الشيطان، وما تستغربيش هو ده فعلا بيحصل، تلاقي الشيطان ايه بيقول له: ايه ده الورد بتاعك قليل، احنا المفروض نقرا ورد اكتر عشان نكون بقى بنقرا بضمير وبنعبد ربنا بضمير، مش عارفه الحاجات دي. طيب بعد ما يعمل كل ده، يجي بقى في فتره من الفترات يخليكي يقولك ايه: طب ما انت كنت الفتره اللي فاتت قاعده بتقراي كتير، مش ما نيجي نبطل، احنا ما جاتش يعني على اليوم ده. ويبدا يجيب لك مدخل انك تسيبي وردك القراني من الجزئيه دي. فالشيطان عمره ما هيجيلك بطريقه مباشره قوي عشان ايه تسيبي حاجه معينه او تعملي حاجه معينه، لا، هو بيجي بطريقه يعني بطريقه مش مباشره علشان يوصلك لحاجه هو عايزك تعمليها، بس اكيد مش هيروح يقولك اعملي كذا، لا، هو بيجيبها بطريقه غير مباشره. برضو الفراغ الفكري بيساوي بوابه الافكار السامه. ليه؟ كانت في دراسة من جامعة هارفارد بتقول إن الفراغ الفكري بيخلي العقل يدور حوالين نفسه بنسبة 47% من الوقت. مرة الأفكار دي بتكون سلبية أو مكررة، يعني أغلب الأفكار دي هي بتكون حاجات يعني سلبية أو أفكار اتكررت اوريدي قبل كده، زي مثلا المراهق اللي بيقضي وقته كله على السوشيال ميديا بلا هدف، أو الموظف اللي بيرجع من الشغل ومش بيعمل أي حاجة غير إنه بيتفرج على أي حاجة خلاص. ابن القيم قال:
القلب إن لم يشغل بالطاعة يشغل بالباطل، بمعنى إنه القلب أو قلب الشخص لو هو ما شغلهوش بطاعة أو بحاجة كويسة، هو الشيطان هيجر الحاجة وحشة، لأن الفراغ اوريدي هو حاجة وحشة جدا. المفروض إن احنا ما نسيبش فراغ في حياتنا عموما، لأن الفراغ ده هو بيسبب حاجات كتير قوي. يعني في ناس ما بتحبش يكون في أي وقت فارغ في يومها، لأنه الفراغ بيجر الإنسان لحاجات كتير هو يعني كان في غنى عنها، أو يعني ما كانش ممكن يتخيل في يوم إن هو ممكن يعمل حاجة زي كده. بس الفاضي فعلا ساعات بيسبب للناس حاجات كتير جدا مش كويسة. هم شخصيا بيبدأوا يعملوا أفعال ده لأنه وقته فاضي. أنا يعني حاسس بفراغ أو ما فيش حاجة تملى حياته. فكرة إن الشخص يكون يومه كله مليان وما يكونش فيه أي وقت فاضي، دي حاجة كويسة. بيجي في آخر اليوم تعبان ومهدود وكل حاجة، بس بيحس في آخر اليوم إن أنا في حاجة كويسة عملتها، في إنجاز عملته. عندك حق، كتير مننا مش مقدرين قيمة صحتنا ولا قيمة وقتنا، والفراغ ممكن يبقى أكبر خسارة لو معرفناش نستغله. بالضبط، فعلًا كلامِك يعني مضبوط جدًا. هو العقل فعلًا زي الحقل، وإحنا لو سِبناه فاضي هنلاقي في حشايش بتملاه. وبرضه على فكرة لمّا نسيب العقل برضه فاضي من غير أي أهداف أو أي أفكار، أي فكر موجود في الحياة بقى، مش هيكون عنده فكرة إنه في فلتر في دماغه بينضف ده، لإن هو المفروض يكون عنده علم بكل حاجة. ويمكن أول حاجة المفروض، أو مش يمكن، هو أكيد لازم يكون أول حاجة عنده علم بيها هو الدين، لإنه هو عامل زي الفلتر اللي أنا باعدّي عليه كل حاجة في حياتي، وبابدأ أصنّف الحاجات دي تنفع والّا لأ على حسب الحاجة اللي أنا معتقدة فيها. لإنه حتى ربنا قال إيه، ربنا قال على الدين إن هو صبغة الله. يعني إيه صبغة الله؟ يعني لو أنا مثلًا عندي براند وطلبت من التايلور مثلًا اللي بتخيط الهدوم وكده إن هي تجيب لي قماش مصبوغ لون أحمر مثلًا، ففكرة يعني إيه أصلًا كلمة مصبوغ؟ هو مصبوغ يعني أنا لو جبت ميكروسكوب وحطيت القماشة دي تحتيه، هالاقي إن اللون اللي موجود على الوش أو اللون الموجود في الطبقة اللي برّه من الهدوم هي نفس اللون اللي من جوّه. يعني من جوّه لو أنا جبت ميكروسكوب وشُفت هو القماش ده من جوّه لونه إيه، فمصبوغ يعني هو من برّه هو من جوّه، هو مش من برّه حاجة وجوّه حاجة. فلمّا ربنا قال صبغة الله، يعني هو الدين ده الشخص اللي قال على نفسه مسلم هو مصبوغ بالدين ده. يعني هو كله دين. ففكرة إن هو المفروض يكون عنده فلتر جوّه، لازم يكون في حاجة في دماغه تعتبر فلتر. أي حاجة في الحياة هو بيمشّيها على دماغه، لو هي مناسبة للدين بتاعه فهو بياخدها، ولو مش مناسبة بيبعد عنها. ففكرة إن يكون في فلتر في دماغ الشخص بتنضف الحاجات اللي هو بيتعرض ليها، ده أفضل بكتير. لأن زي ما أنتِ قُلتِ كده فعلًا العقل الفاضي هو عامل زي الحقل. أنا لو سِبته فاضي كل أي حاجة موجودة هتملاه، الحشايش كلّها هتملاه زي ما أنتِ قُلتِ. لكن لمّا أزرع فيه علم فعلًا هالاقي إنه مع كل فترة بتعدّي عليَّ هالاقي إن العلم ده ثماره بدأت تطلع عليَّ أنا. هي فعلًا الموضوع تشبيه حلو أوي. برضه إحنا ممكن يعني إيه، نملى الفراغ الفكري ده بكام خطوة كده، والخطوات دي هي تعتبر خطوات عملية وفي نفس الوقت ممكن نقول عليها علمية شوية. مثلًا زي إن إحنا نحدد هدف يومي حتى لو صغير. برضه في أبحاث من جامعة ستانفورد بتقول إن الأهداف الصغيرة بتنشط الدوبامين وبتحفز المخ. تاني حاجة إن إحنا يكون عندنا القراءة المنتظمة اللي هو 10 دقايق مثلًا يوميًا، كفاية إن هي تقلل التوتر وتحفز الإبداع. التفكير التأملي اللي هو reflective thinking، إنه حتى برضه كان الصحابة بيحاسبوا نفسهم كل ليلة. يعني حتى المفروض إن الشخص يحاسب نفسه قبل ما يعني يحاسب نفسه قبل ما يكون يعني قبل ما ربنا يحاسبه، بحيث إن هو يكون عارف أنا عملت ده صح وده غلط، عملت ده كويس ده لأ. برضه ممكن يتعلم مهارة جديدة، إن كل مهارة بتنشط مناطق جديدة في المخ. كمان القرآن قال، يعني القرآن دايما برضه كان بيربط بين الفكر والعمل. يعني برضه يعني ربنا قال أفلا يتدبرون، فالفكر هنا عبادة لو كان في خير. وفكرة برضه إن الشخص ممكن ساعات يكون قايم أو بتعدي عليه أيام إن هو بيقوم من النوم يكون حاسس شوية بخمول، أو حاسس إن هو يعني أيام بيصحى فيها بلا طاقة بلا رغبة. وده مش ضعف من الشخص نفسه، لأ، دي طبيعة النفس وتقلبات الأيام. يعني برضه ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني حتى الصحابة كان عندهم نشاط في فترة وفتور برضه في فترة. فكرة مش دايما الشخص بيكون هو هايبر اكتف وكل حاجة دايما تكون مظبوطة. أيا كان الشخص ملتزم ساعات بيجي عليه أوقات والفترة اللي هو بيكون قاعد فيها دي بتقل مع الوقت بقى. يعني الموضوع اللي هو عايز بقى أعمل وأسوي كل الحاجات دي بتقل شوية مع الوقت. وفي أوقات تاني بتزيد. ففكرة إن الشخص يكون محافظ إنه على قد ما يقدر إنه ما يكونش فيه فراغ في دماغه، ده شيء كويس.
لما بنبص ورانا بنلاقي أيام عدت كلها فراغ، مش فاكرين منها غير النوم والسوشيال ميديا والضحك لحاجات ملهاش قيمة. القلب بيوجع وقتها، لأن الوقت ده كان ممكن يبقى نقرأ قرآن أو نتعلم أو نعمل خطوة عشان نحقق حلم كبير. بالضبط، هو فعلًا ممكن يستغل الموضوع ده في فكرة إن هو يعني إن أنا كل يوم آخد خطوة لحاجة أنا عايزة أعملها، أو حلم أنا عايزة أحققه، بدل ما أسيب نفسي شوية ما فيش حاجة معينة أنا محتاج إن أنا أحددها، أو ما فيش حاجة معينة باسعى ليها. وبرضه الإنسان ساعات لمّا يبقى في باله مثلًا حاجة هو بيعملها أو بيصحى لها كل يوم، دي بتشجعه إن هو ما يكونش فاضي، إن هو عايز معظم الوقت إن هو ينجز حاجات عشان يقدر يحقق حاجة معينة، يقدر يفيد نفسه ويفيد الناس بيها أو يبقى ليه أثر حلو فيها يعني. برضه في نماذج من التاريخ ملهمة، مثلا زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا. كان وقته منظم بدقة عالية جدا، يعني لو رجعنا للسيرة هنلاقي فعلا الموضوع ده إن هو كان وقته منظم جدا، حتى لحظات الراحة كان بيقضيها في التعليم أو حاجة هو بيعملها، يعني ما كانش بيسيب وقت كده. برضه الإمام النووي هو عاش 45 سنة وملا حياته علم وعبادة، وساب أكتر من 40 كتاب برغم عمره القصير، يعني هو معاش غير 45 سنة. يمكن مثلا خلينا نقول إن هو فترة الطفولة والفترة اللي هو كان فيها وهو صغير دي ما تتحسبش، فاحنا مثلا لو فضينا العمر مثلا هنلاقيه مثلا إن هو عايش 35 سنة. يعني دول مثلا العمر اللي هو قعده وهو كان واعي أو كان بيدرس حاجة أو كان شغال في حاجة، يعني إنه في فترة طفولة وكان هو فيها، فأكيد ما كانش بيعمل حاجة وهو صغير أو ما كانش طالب علم وهو صغير، مع إن العمر الصغير اللي عاشه ده إلا وإنه يعني ألف كتب وساب أثر في الوقت اللي هو كان عايش فيه. كمان سيدنا علي بن أبي طالب ليه قول تاني بيقول: ماضي يومك فائت ووقتك مغتنم، لا تثق بالزمان. يعني امسك الوقت الحاضر وما تضيعهوش على الفاضي، لأنه عمر ما الوقت هيتعاد تاني، أو عمر ما كنت أنا عديت مرحلة وهتتعاد تاني. اللي عدى عدى واللي جاي هو جاي، بس أنا مش مطالب إن أنا أفكر في اللي جاي، ولا مطالب إن أنا أندم على اللي حصل زمان لأنه مش هيتغير، لو أنا عملت كده أبقى بضيع وقت. فالمطلوب إني أركز في الحاضر وبحاول إن أنا أسعى على قد ما أقدر إنه لأ المستقبل يكون أحسن من اللي عدى. الفراغ مش عدوكم، لكن هو الطريق اللي عدو ممكن يمشي فيه لحد قلبك. لو سبته فاضي هيدخل وسواس وإحباط وضياع، لكن لو مليته بخير هتلاقي قلبك بيظهر وعقلك بينور. وفعلا الموضوع بتاع إنه هو يعني الحاجة برضو أي حاجة في الدنيا هي ليها سلبية وليها إيجابية. الجزء السلبي بتاعها يعني أنا مثلا لو أنا معايا لابتوب واللابتوب ده هو أحدث موديل، بس هو مثلا للجيمنج خلاص، فأنا ممكن أستغله اللابتوب ده، أنا ممكن أستغله في حاجة حلوة وممكن أستغله في حاجة وحشة. فما ينفعش إن أنا أحكم على حاجة إن هي وحشة لمجرد إني استخدمتها بشكل غلط وبالتالي ببدأ أنشر فكرة إن هو وحشة. لأ، هو أي حاجة ليها جانب سلبي وجانب إيجابي، بس على حسب أنا وعقليتي. أنا لو بتعامل مع الحاجة بعقلية كويسة فهستخدمها بشكل كويس، لكن أنا لو بتعامل مع الحاجة دي بعقلية مش أحسن حاجة أكيد هستخدمها بشكل غلط أو مش اللي المفروض إن أنا أستخدمه بيه. أول ما تحس إنك فاضي ما تسألش عن نفسك أعمل إيه، اسأل إيه الحاجة اللي هتقربني من ربنا أو هتطورني دلوقتي. الفرق بين حياة بتمشي عشوائي وحياة ليها قيمة واتجاه. بالضبط، على فكرة كمان الفكر اللي أنتِ بتقوليه هو باحس إن هو بيعتمد أكتر على الmindset بتاعة الشخص، إن هو يقول يعني في ناس ممكن لمّا تتحط في وقت فراغ الmindset بتاعتها تودّيها لاتجاه، وناس تاني الmindset بتاعتها تودّيها لاتجاه، لإنِّك فعلًا قُلتِ حاجتين دلوقتي، قُلتِ ممكن يسأل نَفْسه أعمل إيه، وممكن يسأل نَفْسه إيه الحاجة اللي هتقرّبني من ربنا أو هتطوّرني دلوقتي. الأول هو فكّر بطريقة مفتوحة وما فيش هدف معيّن في سؤاله أو ما فيش حاجة معيّنة في سؤاله، عامل زي معظمنا اللي هو طب أنا هاعمل إيه؟ أنا ما وراييش حاجة، أعمل إيه؟ في فرق في السؤال. طب السؤال التاني اللي أنتِ قُلتيه إنِّك بتقولي إيه الحاجة اللي هتقرّبني من ربنا أو هتطوّرني دلوقتي، أنا بادوّر على حاجة أعملها تطوّر فيّا أنا شخصيًا، سواء إن أنا هاتقرّب من ربنا أو أنا هاطوّر نفسي دلوقتي. فباحس إن هو يعني الموضوع بيعتمد على الmindset بتاعة الشخص، هي اللي بتمشّيه وبتقول له إن هو يمشي في الطريق ده أو في الطريق ده. كمان على فكرة ممكن في ناس تعمل خطة للموضوع ده، إن هي تدمّر الفراغ الفكري اللي عندها أو تشيل الفراغ الفكري اللي عندها. مثلًا ممكن نمشّي الموضوع على أسبوع، يعني خلّيني مثلًا أقول لِك زي
مثال مثلًا لو حد عنده أسبوع ممكن يمشّيه إزاي، ممكن مثلًا في اليوم الأول مثلًا من الأسبوع إن هو يحدد هدف أسبوعي، في اليوم التاني يعني يخصص ساعة في يوم إن هو يقرأ، اليوم التالت إنه يكتب أفكاره مثلًا قبل النوم، وعلى فكرة كتابة الأفكار قبل النوم بتخلّي الشخص يعني هو لو محدد إن هو يقوم بدري، هيقوم فعلًا بدري، لكن هو لو ما فيش هدف مثلًا معيّن هيعمله بكرة بس هو عايز يقوم بدري هو مش هيقوم، لإنه ما فيش حاجة تدفعني إن أنا أقوم أصلًا، يعني أنا هاقوم هاعمل إيه؟ فأنام والّا أقوم؟ أكيد هيختار إن هو ينام. إنه المُخ دايمًا بيختار الحاجة الأسرع والأسهل، فهو مش لسه يفكّر هو أنا هاعمل إيه، فالمفروض إن إحنا نكتب الحاجات دي قبل ما ننام. رابع حاجة إنه يخصّص أو في اليوم الرابع بقى، إنه يخصّص ساعة من غير موبايل، من غير ما يمسك حاجة، هي ساعة ليه هو بس. برضه اليوم الخامس ممكن إن هو يتعلّم حاجة جديدة، اليوم السادس إنه يشارك فكرة مفيدة مع شخص، واليوم السابع إنه يقيّم أسبوعه ويحدد أهداف جديدة. فممكن مثلًا لو حد طبّق نموذج زي ده طبعًا ممكن كل واحد يعمل حاجة خاصة بيه هو أو بالطريقة اللي هو يحب إن هو يعملها، بس اللي أنا اتكلمت فيه ده هو كمثال إنه ممكن كل يوم في الأسبوع يعمل حاجة تخلّيه يدمّر الفراغ الفكري اللي عنده، لإن ما فيش حاجة بتيجي فجأة كده، لأ هو الموضوع بيحتاج تدريج عشان يتخلّص من حاجة معيّنة هو مش عايز إن هو يستمر فيها أو يعملها يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني كل يوم بيتبدل مش عشان يضيع، لكن عشان يكون فرصة جديدة تذكر فيها ربنا وتشكره كل صباح، وهو هدية لكن احنا اللي بنختارها نفتحها او نرميها. برضه في حكمة حلوة قوي عن الفراغ الفكري. العقل مش صندوق كده بنحطه في مكان ونسيبه ساكت. العقل محتاج يتحرك، يتغذى ويتحدى نفسه. لما يفضل فاضي يبدأ يخلق لنفسه قصص وهمية وأفكار مش دايما نافعة. العلم بيقول إن الفراغ الفكري ممكن يكون سبب في تشتت الإنسان وضياع تركيزه، وكمان بيخلي القلب يشتغل بأفكار سلبية أو مواقف ماضية ما ينفعش نرجع لها. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بقدرة على التفكير والتدبر، ودي نعمة كبيرة جدا لازم نستغلها. يعني مهما وصلنا دايما في أفق أعلى نقدر نوصله بعقولنا وأفكارنا. ففراغ العقل مش راحة، ده ممكن يكون بداية انحراف لو موجهناهاش بأفكارنا لهدف نافع. لازم نملأ عقولنا بحاجات اللي ترفعنا وتقوينا وتقربنا من ربنا والناس. العقل زي الحقل، لو سبته فاضي الحشائش تملأ، لكن لما تزرع فيه علم، نية طيبة وأعمال مفيدة هتلاقيه بيثمر خير ملهوش حدود. بالضبط فعلًا القصة اللي أنتِ حكيتيها بتعبّر أو بتمثّل لنا بشوية بصورة قريّبة إنه في فرق بين 2، واحد شوية بيستغل وقته وبيحاول إن هو ما يكونش في فراغ في دماغه أو في فكره، دايمًا فكره مشغول بحاجة هو عايز يحققها أو حاجة عايز يعملها، وفي حد تاني لأ، هو فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ قاعد على مقعد فارغ ما فيهوش أي حاجة. فنستنتج من ده في الآخر إن الفراغ الفكري مش بس بيضيّع وقت، لأ، هو بيضيّع عمرك وبيشوّش عقلك وبيخلّيك عايش من غير معنى. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والفكر والتدبر وقال: "فإذا فرغت فانصب." يعني إذا خلّصت حاجة قوم اشتغل على حاجة تانية. حياتنا قصيرة، فالمفروض نملاها باللي ينفعنا في الدنيا والآخرة.